سلام شيرات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو نتوما بصحه جيده. اليوم جيتكم بلا صوص طوماط، صلصه الطماطم اللي طلبوها مني بعض الاخوات. كنت درت معاكم في رمضان العقده تاع الحريره، وكنت درت معاكم معاها العقده هذيك درت معاها صلصه الطماطم، وشافوها بعض الاخوات وعجبتهم وقالوا لي يا ام شيراز ديريها لنا. قلت لهم ان شاء الله كي يوصل الوقت الطماطم وتكون رخيصه نطبقها معاكم. اليوم شريت هاد الطوماطيش البنات، شريتها 4000 الكيلو، ما شاء الله شوفوا شحال كبيره وملحمه، الله يبارك ما شاء الله. كنت غسلتها مرتين وراني ننظف فيها، نحيت لها داك الراس تاعها ونقطعها على 2 كما راكم تشوفوا خياتي. هكذا انا راح نقطع كامل هاد الطوماطيش على 2 ونقشرها. الا كان فيها كش حاجه ماشي مليحه ولا هكا فيها ضربات ولا نحيهم كامل. كيما راكم تشوفوا خياتي انا راني قشرتها كامل هذيك الطوماطيش الحبه على 2، من بعد عاود قشرتها كيما راكم تشوفوا رقيق، باش كي نجي نخدمها البنات تجيني سهله. هكذا راح نكمل هكذا كما راكم تشوفوا انا قشرتها كامل على هذه الطريقه. بقاو لي هاد الحبات راح نكملهم ثاني هما. هنا البنات في هذه المرحله تجيبوا برمه ولا قدره كبيره ولا تكون خشينه وتحطوا فيها 2 ملاعق وتحطوا عليها هذيك الطوماطيش باش ما تلصق لكمش من التحت. هذوك الملاعق هما اللي راح يديروا كعازل، يبداو شغل يرتحوا كي يكون تغلي طوماطيش، ما راحش تلصق لكم الطوماطيش لتحت. هنا بعد ما غلات لي 10 دقائق ربع ساعه كنت جبت البراميكسور رحيتها وعاودت رجعت هذوك الملاعق البنات ونعاود نخليها تتجمر هنا وتتقال شويه، من بعد نرجع معكم. وهنا البنات كنت قشرت ونقيت 2 كيلو تقريبا تاع بصل، وكنت حطيتهم يذبالوا. بعد ما ذبالوا لي شغل كي الشكشوكه رحت رحيتهم البنات، وراح نقول لكم واش راح ندير بهم في الاخير. هنا البنات بعد ما غلات لي هذيك لاصوص طوماط، قبل ما تعقاد لي مليح مليح كنت نحيت منها النص. كما راكم تشوفوا انا درتو في هذا لي كوب لي هذا الكيسان جوتابل وحطيته لهنا، وراح نغطي عليه ونديرو في المجمد. وقت ما سحقيت نجبد سوا ديروا الاخر بيتزا، ديروا لاصوص تاع ديروا الروز وديروا لاصوص من الفوق، ديروا لي بات مقارون سباغيتي اللي احتجتوها اجبدوا قوبلي برك وتلقاوه واجد يعني كي الحسنه. وهنا هذيك البصل البنات اللي كنت رحيتها، هذه هي زدت لها شويه لاصوص طوماط وزدت لها شويه هريسه وكثرت. راح نقص شويه ندسها في هذيك لابواط. هنا تبغوا ديروا الحار ديروا الحار البنات. هنا كنت عجنت كما قلت لكم العجينه تاع المحاجب، راح ندير العشيه ان شاء الله المحاجب، نخبي النص والنص الاخر ندير به. وهنا البنات الكميه النص الاخر اللي بقى لي في البرمه هذيك كنت ثقلتها انا. شوفوا القوام يا البنات والله ما تحتاجوا انكم تزيدوا لها الطوماطيش تاع لابواط، برك ثقلوها خلوها من تالي على نار قليله وخلوا هذوك المغارف، ومره مره اروحوا حركوا 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 حتى خلاص تنشف كامل هذاك الماء، ومن بعد نوريكم كيفاش تخبوها العام كامل تشد لكم. هنا البنات تجيبوا هذه الاكياس البلاستيك اللي راكم تشوفوا فيهم الشفافين، راح تحطوا الكيس هذا هكاك وتجيبوا السكين يكون قديم عندكم تحموه مليح فوق النار، من بعد تقسموا لي على 2 هذيك الساشي تاع البلاستيك. انا راني نوري لكم، عذروني راني نصور بيد ونوري لكم بيد، وتحصلوا على هذا الشكل هذا كما راكم تشوفوا. هنا كنت جبت كاس ولا طاس ولا تجيبوه يكون على قيس لهذاك الساشي اللي قسمتوها على 2، وتكونوا وتفرغوا فيها هذيك لاصوص طوماط. هنا البنات انا راني نصور كما قلت لكم بيد واحده، راح نحبس التصوير ونفرغ كامل في لي ساشي ونوري لكم كيفاش راح تتحصلوا البنات على هذا الشكل. هكذا راح ديروا تعمروا لي ساشي هذوك، من بعد ترقوهم وتحطوهم في الصينيه وديروهم في المجمد يجمدوا. وقت ما احتجتوا يعني راح تجيكم طريقه سهله، حتى وتحتاجوا كميه صغيره البنات تقدروا تقسموا شويه، يعني لانه رانا دايرينها طبقه رقيقه كما راكم تشوفوا، تقدروا تقسموا شويه فقط وتستعملوها لاي شيء تحتاجوه.